السؤال بقى فوت، هو ليه حرب اكتوبر تعتبر نصر لينا برغم اننا خدنا جزء صغير من ارض سيناء والباقي كله خدناه عن طريق المفاوضات؟ عشان اجاوبك على السؤال ده تعالى اقارن لك ما بين حرب اكتوبر وبين الحرب العالمية التانية. الحرب العالمية التانية العالم كله كان بيحارب بعضه، اما حرب 6 اكتوبر فكانت جزء من حرب اوريدي شغالة من ورا الستارة اسمها الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، ولو اي دولة من الدولتين اتدخلت بشكل مباشر فهيتكرر سيناريو ازمة صواريخ كوبا من اول وجديد، وممكن يبقى اسوأ من كده بكتير. ما كنتش لا انا ولا انت كنا هنبقى موجودين على الخريطة. والسبب التاني ان بين 67 واكتوبر 73 العالم كان واخد فكرة سيئة عن مصر، ان مصر بلد بتاعت شعارات ومستحيل ترجع ارضها، ولكن بعد اللي حصل في الحرب اتفاجئ العالم كله بما فيهم اسرائيل ذات نفسها بشجاعة وذكاء الجند المصري واستخدامه العنصر المفاجئ. السبب الثالث ان هدف الحرب كان هدف استراتيجي بحت. السادات كان بيحاول يضغط على اسرائيل عشان تقبل ان هي تتفاوض معاه، والسادات كسب الرهان وقدر انه يرجع ارضه، وعلى رأي الحكمة الرومانية المشهورة التاريخ يكتبه المنتصر.